السلام عليكم أحبتي المشاهدين والمتابعين لوصفاتي. اليوم رجعت لكم بوصفة جديدة من وصفاتي. إن شاء الله هذه الوصفة تعجبكم وتنال رضاكم. وصفتنا لهذا اليوم هي نوع من أنواع الشوربة أو الحساء. وصفتنا اليوم شوربة المشروم أو ما يسمى بالفطر. لو حبيتوها جربوها وإن شاء الله موادها متوفرة عندكم. موادنا المطلوبة لوصفتنا لهذا اليوم، نحتاج إلى تقريبا 150 جرام من المشروم أو الفطر مقطع جوانح بهذا الشكل، ونحتاج أيضا إلى 50 جرام من البصل المقطع ناعم بهذا الشكل، ونحتاج 50 جرام من الزبدة أي نوع زبدة متوفر عندكم، ونحتاج إلى قطعة من الثوم مهروس بهذا الشكل، ونحتاج أيضا إلى صلصة. هذه صلصة جاهزة وإذا متوفرة عندكم تقدرون أنتم تسووها بالبيت، سهلة وبسيطة. تحطون 3 معالق من الطحين وتخلوا لها أي نوع من أنواع الماجي الخضار أو ماجي اللحم المتوفر عندكم، وتخلطوها مع بعضها وتخلوا لها أيضا كمية قليلة من أي نوع من أنواع البهار اللي أنتم يعجبكم، كان فلفل أسود أو جوزة الطيب أو كبابة، تطلع نفس طعم هذه الصلصة المتوفرة عندنا. ولو متوفرة عندكم أيضا تقدرون تستعملون كيس واحد، وهذا الكيس نحتاج إلى كوب واحد من الماء، ماء البارد، كوب واحد من الماء البارد المتوفر عندنا. راح نبدي هسه احنا نسوي شوربتنا لهذا اليوم او الحساء، وتشوفون طريقة العمل ان شاء الله تعجبكم وتنال رضاكم. حطينا احنا القدر على النار. اول الاشياء اللي راح نبدي احنا نسويها، راح نخلي كمية الزبدة اللي شرحنا لكم عليها، هذه الكمية بهذا الشكل. راح ننتظر شوية تذوب عندنا الزبدة. بعد ما ذاب عندنا احنا الزبدة راح نبدي نخلي كمية الثوم اللي شرحنا لكم عليها بهذا الشكل، ونحمس او نشوح عندنا احنا الثوم لمدة نص دقيقة مع الزبدة. وراح نخلي ايضا البصل اللي كمية اللي شرحنا لكم عليها بهذا الشكل مع الزبدة وكمية الثوم، راح ينطينا نكهة طيبة بهذه الوصفة. راح نبدي نشوحهم أو نحمسها لمدة من 3 إلى 4 دقائق. يذبل عندنا الثوم والبصل. هسه بدي أراوي لكم بعد ما خلينا احنا المواد يصبح هذا شكله. عندما يشوح عندنا البصل والثوم راح نخلي الصلصة هنا بالإناء المتوفر عندنا بهذا الشكل. راح نبدي احنا نذوبها هذه الصلصة بالماء البارد. راح نخلي كل الكمية هذا شكلها الصلصة، 3 معالق من الطحين وكمية من أي نوع من أنواع الماجي مثل ما شرحت لكم. راح نبدي نخلي كمية المي الكوب واحد بهذا الشكل، وراح نبدي نذوبهم. بعد ما نذوبهم راح ننتظر لمدة من 3 إلى 4 دقائق يستوي عندنا الثوم والبصل. بعد ما راح نخلي احنا المشروم عليهم. شوفوا شلون ذابت عندنا احنا الصلصة وصار شكلها كامل. راح هذا شكل الصلصة بعد ما ذوبناها. لازم تذوبوها انتم بالمي وما تخلوها ما تصير عندكم لكاليك بعد ما بدون انتم تطبخون الحساء او الشوربة. بعد ما صار عندنا جاهز البصل والثوم راح نبدي نخلي كمية المشروم اللي احنا شرحنا لكم عليها بهذا الشكل، نشوحهم مع المواد تنطينا نكهة كلش طيبة بوصفتنا. راح نبدي نقلبهم بهذا الشكل لمدة دقيقتين أخرى، تاخذ نكهة البصل والثوم والزبدة. راح تشوفون هذه الوصفة جدا جدا
لذيذة وبنفس الوقت صحية. هذا شكلها بعد ما خلينا احنا المشروم. بعد مرور من دقيقتين إلى 3 صار شكل الخلطة بهذا الشكل. شوفوها أحبتي بعد ما شوحناهم مع بعض أو حمسناهم. راح نبدي هسه احنا نخلي الصلصة اللي شرحت لكم عليها. راح نبدي هسه نخلي الصلصة اللي احنا ذوبناها. هذا شكل الصلصة وهذا الشكل على المواد كلها. راح تنطينا نكهة كلش طيبة ولذيذة بنفس الوقت. راح ننتظر من 10 دقائق إلى 15 دقيقة. يصير عندنا احنا الحساء جاهز أو الشوربة، وراوي لكم شكلها النهائي إن شاء الله تعجبكم. طبعا احنا ما نحتاج إلى ملح بهذه الوصفتنا، لأن الوصفة نفسها بها الصلصة بها ملح. لو حبيتوا تزيدون الملح انتو حسب رغبتكم. مثل ما قلت لكم ننتظر راجع لكم اراوي لكم شكلها النهائي. وخلصت عندنا احنا الوصفة بعد ما انتهت وصفتنا لهذا اليوم. راح اراوي لكم شكلها النهائي. احبتي المشاهدين، لو حبيتوا هذه الوصفة تابعوا هذا الفيديو على اليوتيوب الشيف عامر، وعلى الفيسبوك الشيف عامر. راح تشوفون هذه الوصفة الجميلة واللذيذة والصحية على اليوتيوب والفيسبوك. وانتظروني بوصفات جديدة إن شاء الله كلها ألبيها لكم. ودمتم برعاية الله وحفظه، وانتظروني بوصفات جديدة إن شاء الله كلها ألبيها لكم. وصفتنا كانت سهلة وبسيطة وبنفس الوقت لذيذة. انتظروني بفيديو جديد. مع السلامة. وتقدرون انتم طبعا تاكلوها مع التوست او اي نوع من انواع الخبز المتوفر عندكم.